السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم كاملين معنا في هذا الفيديو هذا. الفيديو ديال اليوم اللي غادي نهضروا فيه على الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يجمعوا منتخب الكاميرون في دور الثمن النهائي من كأس أفريقيا. في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على المنتخب الكاميروني وكذلك حتى نشوفوا آخر تطورات المنتخب المغربي. التشكيلة الأقرب لأنها تخوض هذا اللقاء هذا. فمن أول ما تنساش دعمنا بواحد اللايك سبسكرايب ويلا نبداو مع المنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني اللي جا في المجموعة السادسة اللي كانت كتضم كل من منتخب كوديفوار، منتخب غابوني وكذلك منتخب موزمبيق. المنتخب الكاميروني تمكن أنه يجمع 7 نقاط من هذه المجموعة هذه بعد انتصار على منتخب الموزمبيق وانتصار كذلك حتى على منتخب غابون في الجولة الأخيرة وتعادل مع منتخب كوديفوار، وتمكن من أنه يمر في المركز الثاني خلف المنتخب الكوديفواري بفارق الأهداف. المنتخب الكاميروني اللي وقع له واحد السيناريو اللي كان غريب الإخوان، بحكم أنه كان مر هو الأول في المجموعة إلى آخر اللحظات ما تمكن المنتخب الكوديفواري أنه يسجل الهدف على صالح المنتخب الغابون، وبالتالي كتقلب الموازين وكيتحول الجهة ديالنا باش أنه يواجه منتخب جنوب أفريقيا. عموما المنتخب الكاميروني الإخوان فراه كيلعبوا بالنظام ديال 3-4-3 في الحالة الدفاعية وكذلك حتى في الحالة الهجومية. بالنسبة لأبرز عنصرين اللي عندهم الإخوان اللي هو اللاعب أولهم اللاعب مبومو لاعب مانشستر يونايتد اللي خاطر في لو ترانزيسيون الإخوان. هاد اللاعب هذا بالذات خصنا نحضيو معاه بزايدة الإخوان، يا إما نديرو في جهة نايف أكرادي، يا إما المهم خصنا نحطولو شي لاعب اللي يكون سريع. أما أظن ماسينا في الحالة ديال الارتداد فراه ضعيف الإخوان الصراحة. أما بالنسبة لثاني أبرز عنصر اللي عندهم اللي هو باير ليفركوزن الألماني، رأس الحربة ديالهم لاعب كوفان الإخوان، لاعب شاب 19 سنة، لاعب اللي خاطر كما شفتو كاملين في الماتش الأخير أمام منتخب جنوب أفريقيا تمكن أنه يسجل الهدف الثاني ديال المنتخب الكاميروني. عموما الإخوان المنتخب الكاميروني فراه كيتعتبر واحد المنتخب اللي قوي، كيتعتبر من الصنف الثاني ديال المنتخبات ديال إفريقيا الإخوان، كيحتل المرتبة 57 عالميا. بالنسبة للمسألة ديال الصنف الثاني فراه الصنف الأول فالمنتخبات ديال إفريقيا فيه الصنف الأول، الصنف الثاني، الصنف الثالث حتى الصنف الرابع الإخوان. الصنف الأول هو اللي فيه المنتخب المغربي، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكوديفوار إلى آخره. الصنف الثاني هو اللي فيه المنتخبات مثل منتخب تونس وكذلك. بالنسبة للإخوان المنتخب الكاميروني فراه كيبقى واحد من أقوى المنتخبات اللي كاينين حاليا في الساحة الإفريقية. كما كتعرفوا أن عنده لاعبين ذو جودة عالية الإخوان، فخصنا نحضروا مع هذا المنتخب بزاف في هذه المباراة هذه. فراه إلا نبحنا في هذه المباراة هذه بنسبة كبيرة تقدر تكون أن هي الانطلاقة ديال المنتخب الوطني المغربي. أما بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي فراه كيتجرى الاستعدادات ديالو على أكمل وجه الإخوان. اللاعبين اللي غادي يصعبوا على هذه المقابلة هذه هما اللاعب رومان غامسيس واللاعب عز الدين أناحي، كما كتعرفوا كاملين بسبب الإصابة اللي تعرض لها في الآونة الأخيرة اللي غادي تغيبوا على باقي مباريات البطولة. اما بالنسبه لواحد المساله اللي ايجابيه كنشوفها في المنتخب الوطني المغربي هو في داك الاداء السيء اللي كنقدموا امام منتخب طنزانيا، لانه كما كتعرفوا كاملين فراه المدرب وليد الركراكي بعد ما سالت المباراه فراه هو اول واحد صرح بانه ما عجباتوش المباراه، وكذلك حتى اللاعبين شفناهم خرجوا يعني ما احتفلوا ما والو بالفوز. فكنشوف انا الاداء هذا اللي قدمناه كان كارثي امام منتخب طنزانيا، فراه هو اللي يقدر يكون واحد النقطه ايجابيه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. كما كتعرفوا كاملين انا كاينين شي منتخبات كينتصروا 4 و5 وكيدوزوا للدور الربع النهائي ولا دور النصف النهائي وكيتقصاو، فكنتمناو هذه النقطه هذه تكون ايجابيه. ولو يعني كاينين المنتخبات كينتصروا وكيمرروا وكيديو اللقب، كما شفتوا كاملين المنتخب الكوديفواري اللي انتصر البارح يوم امس ب3-0 على منتخب بوركينا فاسو، نيجيريا 4-0 الاخوان. منتخبات اللي كيبينوا على علو الكعب ديالهم في هذه المسابقه، وكان حنا كنبقاو يعني كندعموا في وليد الركراكي وكنشوفوا يعني مع هاد الانتصارات كاينين حنا كندعموه. ولكن يا اخوان خصنا نحضروا بزاف من المنتخب الكاميروني. بالنسبه للتشكيله اللي قرب ندخل هذه المباراه هذه، في حراسه المرمى كالعاده ياسين بونو، قلب الدفاع اللاعب ادم ماسينا اللي كنتمناو انه يكون في كامل الجاهزيه ديالو في هذه المباراه هذه. الى جانب ديالو اللاعب نايف اكرد، الطايل الايمن اشرف حكيمي، الطايل الايسر ناصر مزراوي، ارتكاز كنشوف بانه يقدر يلعب اللاعب سفيان امرابط في هذا البوست هذا، خصوصا ان المنتخب الكاميروني فراه حتى هما كيحبوا انهم يستحوذوا على الكره. وكذلك عندهم ميليوتير اللي قوي الاخوان بقياده باليبا الكابيتانو ديالهم اللهم بارك الاخوان لاعب برايتون الانجليزي.
فراه خصنا نحضروا معاه بزاف الإخوان دوك التمريرات اللي كيطلق في العمق د الملعب، وكذلك حتى الأطراف اللي كيطلق تمريرات اللاعب مبومو وكذلك اللاعب كوفان، فراه خصنا نفرضوا عليه واحد الحراسة اللي راقبة الإخوان، نديرو له واحد اللاعب أولا جوج اللي يسدو عليه الزوايا ديال التمرير. أما بالنسبة للاعب الثاني في خط الوسط هو اللاعب نايل العناوي، اللاعب الثالث اللي هو اللاعب إسماعيل السيباري اللي يقدر يلعب بنسبة كبيرة في هاد المباراة. أما بالنسبة لخط الهجوم فما غادي يكون حتى شي تغيير، اللاعب عبد الصمد الزلزولي جناح أيسر، واللاعب إبراهيم دياز جناح أيمن، واللاعب أيوب كبير رأس الحربة. أما بالنسبة للأمور اللي خصها تخدم عليها في هاد المباراة هادي اللي هي الأمور البدنية الإخوان وكذلك حتى الذهنية، لأن المنتخب الكاميروني كما كتعرفوا كاملين فراه عندهم لاعبين يعني عندهم واحد قوة بدنية اللي هائلة، فراه خصنا نكونوا حذرين خصوصا مع اللاعب عبد الصمد الزلزولي، بلال الخنوسي اللي دخل، إسماعيل السيباري كما كتعرفوا راه اللهم بارك المنتخب الكاميروني عندهم واحد البنيات الجسمانية اللي قوية، وكذلك حتى من الناحية الذهنية ندخلوا واجدين الإخوان، ما ندخلوش مرتبكين في الشوط الأول. كما نشوف المباراة ديال منتخب تنزانيا فراه في الشوط الأول دخلنا مرتبكين، وشتو النتيجة كاملة، المنتخب التنزاني تاقوا في راسهم، كانوا قرابين أنهم يسجلوا علينا الهدف الأول، وكنتمنوا أن السيولي الدراري هادي يصلح لنا الأخطاء اللي كانوا في المباراة الأخيرة، وينبه بعض اللاعبين كاللاعب آدم ماسينا واللاعب عبد الصمد الزلزولي بأنه يولي أكثر فاعلية على الشباك، وكذلك حتى الضربات الثابتة اللي مكنستغلوهمش لي بالأريطي، الكورنيرات إلى آخره الإخوان. كنتمنوا أن تفرض واحد الحراسة رقيبة على اللاعب برايان مبومو كما كتعرفوا، لأنه واحد اللاعب اللي مهاري وسريع. اما بالنسبه للمباريات ديال دور ربع النهائي فراه اكتملت رسميا الاخوان، مباريات اللي ما عرفتش مفاجات باستثناء المنتخب الكونغولي اللي كان خرج امام المنتخب الجزائري، وكذلك حتى المنتخب بوركينا فاسو ومنتخب تونس، هادو هما المنتخبات اللي كانوا شويه الكفه ديالهم يعني متقاربه 60% 40%، هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنى الخير للمنتخب الوطني المغربي، ويلا الاخوان باش بلا ما نطول عليكم متنساوناش واحد اللايك سبسكرايب، ويلا نتشاف.